لما تيجي ترخص عربيتك، ناس كتير بتقول انا عاوز ارخص العربية، اعمل ايه؟ يعني ايه يا جماعة؟ ايه المطلوب؟ بس انا لسه مرخص عربية ومتجاي افيدك، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا انا وانت يا رب. نمرة واحد، هطلع على البوسطة او اي بوسطة بالبطاقة، اجيب مخالفات. خلاص عليك مخالفات تدفعها، مفيش هيديك براءة ذمة، تدفع لك 120 جنيه. نمرة اتنين، هكون غسل موتور عربيتي ومروق الدنيا. اهم حاجه بس تكون عربيتك سلام تمام، يعني ولا فيها تغيير نص ولا الكلام ده، عربيتك تمام، ما تقلقش من اي شيء خالص. بتخش بتجيب ورقه فحص من على الخزنه ب 30 جنيه، وتروح داخل على الفحص، الموظف بيرفع لك، العامل بيرفع لك البصمه، وبعد كده تروح داخل على المهندس بيفحص العربيه، وبيروح خاتم لك، يروح ايه ماضي لك على الاورنيك تمام. العربيه بيمشي القلم كده على العربيه، مش مغيره رصاص من العربيه، مش ملعوب فيها بتاع، تمام. بتروح داخل على بعد كده ورقه الطفايه، وبتاخد الطفايه معاك. لو الطفايه بتاعتك ساريه امين، مش ساريه هتجيب طفايه والافضل لو هي بايظه هات لك طفايه امان ليك ولعيالك. الطفايه عامله 900 جنيه. بعد كده اخش على الشباك الموظف، هطلب الملف بتاعي، هروح داخل في حاجه اسمها بتاعت امان، تروح تدفع امان سكه 190 جنيه. بعد ما تدفع على امان في حاجه اسمها اللي هي بقى تبع امان تاني، اللي هي المستلزمات 860، يبقى كده 190 و 860. بعد كده بروح راجع في حاجه اسمها تامين اجباري، السنه سكه 100 جنيه، يعني لو 3 سنين هتدفع لك سكه 300 وحاجه ماشي، يعني السنه 100 جنيه. وبعد كده بتخش حاجه اسمها ايه التامين انا دفعت 3 سنين 2400، لو انت هتجدد سنه تبقى سكه 800. انا بقول لك بسرعه عشان الفيديو ما يطولش عليك وافيدك. يبقى كده احنا قلنا 800 و190 و860 اللي هو التامين الاجباري. وبعد كده بتروح للموظف اللي انت تبعه بيعمل لك الاجراءات، واخر حاجه بتدفعها اللي هي بتاعه الرخصه، بتعمل لك سكه 130 جنيه. وطبعا بعد ده كله بتاخد قبل اي كلام، قبل اي الحوار ده كله، صورتين بطاقه، وبتخش على حاجه اسمها استعلام امني. لو انت تمام ما عليكش حاجه خلاص بيختم لك البطاقه، مفيش اي مشكله. لا قدر الله في بقى تشابه اسامي، عليك قضيه، عليك حاجه، انت تخلصها قبل ما تروح عشان حالك ما يقفش. وبعد كده بتستلم الرخصه بتاعتك، وكل سنه طيبين. الموضوع سهل قوي وبسيط، والدنيا بنظام، وما تشتريش حاجه من بره، كل حاجه موجوده في الوحده جوه، كل حاجه موجوده. من ملف، في عيال واقفه بره بملفات ورا ما تاخدش منها، خد من جوه، كل حاجه موجوده جوه الوحده، ما تاخدش من بره وحد يديك على عينك وتيجي تقول له مرور 1 2 3. اياك اكون افدتكم بحاجه مفيده لاي حد عاوز يرخص. الموضوع سهل زي ما قلت لك، الخطوات 1 2 3 4. كل سنه طيبين، وربنا يستر علينا وعليكم يا رب. اهم حاجه عربيتك تمام ما تقلقش. وانت لو عاوز معكش فلوس سنه براحتك عادي، بس هو الافضل يعني تاخد 3 سنين وتريح دماغك عشان تبقى ضربه مرزبه ولا ماشي. اخويا صباح الفل.